ومن جديد تاني بنقول انه اسوأ انواع الفساد هو الذي يرتدي ثوب الفضيلة، يعني في الاماكن المتعلقة بمهنة الطب، بالمستشفيات، بالقضاء، بالشرطة، حتى بالاعلام، حتى بالتعليم. عشان كده هننتقل لواقعة تانية، التحرش الجنسي في المدارس. مدرسة ثانوية بنات، تلميذة يتحرش بها أحد الأساتذة جنسيا. مؤسسة الرئاسة اهتمت بهذه الواقعة وقامت بالاتصال لكي تتأكد من أنه تم حساب المتسببين فيها. والواقعة اللي هتشوفوها دي هيبقى عندنا فيها مناقشة بعد قليل، لأنه واقعة واحدة أو اتنين فيها حالة تحرش جنسي بطالبة، يعني أستاذ يستغل مكانته وتأثيره الأدبي على الأساتذة. أنتوا عارفين قيمة المعلم، كاد أن يكون رسولا، فهل يمكن أن يتحول إلى ذئب بشري؟ قيمة المعلم وتأثيره الأدبي على التلاميذ. احنا بنتلقى الوعي على إيد مين؟ الأسرة والمدرس. وبالتالي لما يبقى فيه ذئاب بشرية داخل مدرسة بنات، أعتقد أنها قضية تستحق الانزعاج والغضب. الموضوع ده يعني ليا هديه حلوه. اخلص لك الموضوع ده. مش عايز كده. في ايه؟ ليا هديه حلوه عندي. طب شوف، طب بس اوعى توصل لابوكي ولا بتاع. والله ده ملفك هنا واللي فيه مذكره معايا. طب شوف، طب قبل ما نخش بس انا عايزك ماشي، ما هنتكلم مع بعض مش في المدرسه بقى. امال فين؟ في الكافيه. بجد والله يا مستر. يعني هنتكلم فين؟ هنتكلم في المدرسه، في الكافيه نبقى نتكلم. كافيه ايه؟ كافيه. طب قول يا مستر. نطلع بقى، ما يجي لك انا البيت ولا بتاع. خلاص بقى نقعدوا في الكافيه سوا ونتكلموا سوا يعني. ما تقلقش والله هلم لك بس هو تتكلم. انا كنت في البيت وجاني مكالمه من المستر بيقول لي انت كنت فين امبارح، فقلت له ليه؟ قال لي اصلك انا شفتك زي المدرسه في وقت المدرسه، وده معناه ان انت كنت مزوغه، وانا عايزك عشان حصل مشكله كبيره قوي، وانا عايزك تيجي لي تاني يوم المدرسه عشان نشوف الحوار دوت ايه. رحت له تاني يوم، طلعني من الفصل وكلمني بره، قال لي طبعا انا شفتك ودي مشكله كبيره قوي ليكي، وانا مش عايز باباكي ومامتك يعرفوا ان انا هقوله دوت، وانا هحل لك المشكله، بس انا عايز حلاوه. فقلت له طب حضرتك عايز ايه؟ قام قايل لي لا الكلام ده بقى مش هينفع في المدرسه، انا اشوفك في كافيه تجيلي الشقه. قصه يارا او قصتي بتبدا من رجوعي من الشغل، فلقيت طبعا البيت متوتر، المدام وبنتي بسال في ايه، فقالت لي والدتها ان يارا تعرضت لمحاوله تحرش في مدرسه من مدرس لها، مدرس رياضيات في المدرسه. فطبعا جبت يارا وسالتها على التفاصيل ايه اللي حصل. قالت لي ان مدرس ساومها ان هو يقابلها في كافيتيريا او في كافيه او في شقته. انا طبعا صعقت من اللي حصل ورحت للمديره تاني يوم وحكيت لها على اللي حصل، والمديره توعدت ان هي تاخد اجراء مع المدرس بنقله ومجازاته، وما تمش الكلام ده طبعا لحد دلوقتي، والمدرس لسه موجود في المدرسه. والاسوأ من كده ان في حالات بعد منها لبنات اتعرضوا لحالات تحرش في المدرسه، والكلام ده مثبت وموجود، وفي اول تحقيق ممكن نثبت ونجيب بنات يتكلموا في الموضوع ده. انا بعت بنتي المدرسه عشان تتعلم، مش عشان مدرس يقول لها تعالي الشقه او يتحرش بيها. احنا مش بنبعت بناتنا او بنثق فيهم او بنثق في الاداره التعليميه او بنثق في وزاره التعليم عشان خاطر بناتنا يتعرضوا للتحرش. فيعني ايه؟ يعني نعمل ايه؟ نخليهم في البيوت ما يتعلموش، ولا نرجع بقى للعصر الحجري تاني طالما وصلنا للمرحله دي؟ طبعا بالنسبه لبناتنا ان هم طالبات في مدرسه ثانويه، وبالنسبه للي بيحصل من التحرش ده، ازاي انا ابقى واثقه في مديره ان اودي لها بنتي وممكن تتعرض لكده، بان هي بتتستر على مدرس هناك بيحصل منه كده تحرش للولاد وبيقول لهم تعالوا في شقق. لما انا سمعت كده اخاف على بنتي اللي انا بوديها، وهي المفروض تبقى في مسؤوليه النظره او المديره اللي موجوده هناك او المدرسين، فهي طالما متستره على مدرس بالمنظر ده ممكن تتستر على اكتر منه بيحصل كده. فيبقى انا موقفي انا وغيري من اولياء الامور. الاستاذ المتحرش بالطالبات
موجود لغايه دلوقتي وما اتخذش معاه اي اجراء. فاحنا ازاي نامن على بناتها في المدرسه حضرتك؟ هو موجود والمديره متستره عليه. حضرتك ديت وزاره التربيه والتعليم، يعني المفروض التربيه قبل التعليم، يعني المفروض يكون في المدرسين يكونوا قدوه مش يكونوا متحرشين بالبنات. حضرتك دي بالنسبه لوزاره التربيه والتعليم. بالنسبه حضرتك للوزاره حضرتك احنا مش شايفين اي مسؤولين بيستجيبوا لاي شكاوى احنا بنبعتها حضرتك. اللي حصل بنات جم يشتكوا من مدرس حاول التحرش بيهم ومساومه يا اما في كافيه او في شقه، وسمعت القصه من اولها. فقلت لهم طيب هي البنات كانوا عايزين مديره، وديتهم للمديره وقلت لها انها تاخد اجراء. للاسف الشديد فوجئت بقى عملت مجلس عموم، وده كان على جميع العاملين عارفين بالقصه، وقالت بالحرف الواحد خلي بالكم البنات بتسجل، البنات دول يروحوا في اسفه مش هقول اللفظ طبعا كان لفظ خارج جدا جدا. انا كان توقعي وكل الموجودين ان المدرس ده اللي حصل منه المشكله دي ان تاخد منه معاه اجراء، يتحول لمدرسه ثانيه تفصله اي جزء. لا مفيش. انا جيت اكلمها في الموضوع ما كانتش بتديني فرصه ان انا اتكلم ولا اجيب سيرته، خط احمر ممنوع ان انا اجيب سيرته باي حاجه. ان كان منظومه التربيه والتعليم وصلتنا لدرجه الفساد المالي والاخلاقي والتزوير في كل شيء، وللاسف وقلت لها على الملأ الواحد لم يشرفني ان انا اشتغل في التربيه والتعليم طالما ما فيش حد بيقول كلمه حق. كما نؤكد وكما أكدنا أنه أسوأ أنواع الفساد والذي يرتدي ثوب الفضيلة، الذي يمكن أن يحدث في مؤسسات بتعلم الناس القيم والفضيلة، وبالتالي ننزعج لهذه القضية. كان زمان البنات والعائلات تخاف، وكنا بنقعد ننصحهم انت كده بتعاقب الذئب البشري، سواء في قضايا الاغتصاب في قضايا التحرش الجنسي. الجديد الآن انه العائلات بقى عندها هذا الوعي الشديد. الفضيحة هنا هتلاحق الذئاب البشرية، وهتلاحق من يسعون للتستر عليهم. في ناس اصلا هتتستر، يقول لك اصل بلاش نجيب ازعاج للتعليم في مصر للمدارس، وبالتالي نكافئ الذئب البشري. العائلات بقى عندها وعي وتقول لا انا ما عنديش حاجة اخاف منها، انا بنتي مربيها كويس وانا هعمل بلاغ وهعمل محضر، لان انا مش هسمح ابدا بمكافأة ذئب بشري. وانه كان الناس كلها يعني، حتى هتلاحظوا في مقاطع صوتية هنجيبها لكم بعد قليل اثناء المناقشة، وهو بيقول لها الفضيحة هتصيبك انت. لا، الفضيحة ستصيبك انت وكل ذئب بشري يمكن انه يحاول استغلال مكانته كمدرس وتأثيره الأدبي على البنات في انه يدفعهن الى الانحراف معه بهذا الشكل.